السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد من بعد غياب طويل بسبب وعكة صحية. الحمد لله أنا رجعت معكم، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ينال الفيديو الإعجاب ديالكم. عندي هنايا فلان ساهل ماهل، ما كيجيش بحال فلان العادي، كيتقام رخيص، كيجي في المذاق طب 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 كيحمق. عندي هنا في المكونات جوج ديال الفلون ديال الجابون ديال درهم، الكاس ديال العنبه ديال العصير، الحليب، وباكيه ديال كيكس ماريا، وهاد كيكس طاكوس. هادو هما المكونات اللي غنحتاج، وطبعا السكر. هنايا في كاسرونه غنعمل واحد فلان الجابون. انا كنفضل فلان الجابون حيت كيعقد وكيجي احسن من الفلانات الاخرين. معروف فلان ديال الجابون واحد في نص يترو ديال الحليب. طريقته سهله مهله، وإلا كانت عندك بغيتي تعمل كميه مضاعفه كتعملها. عندي مغروفه ونص ديال السكر، حيت بما ان كيكس حلو نقص انا السكر من ناحيه ديال الفلان، عملت غير مغروفه ونص ديال السكر. يعني كنكب الحليب شويه بشويه، مع الحكم الجو بارد شويه، الفلان كيكون بارد واحد شويه بحال فيه كويرات، كنحاول نزول ديك الكويرات. ودابا غنكب نص لتر ديال الحليب كامل، وغنغليوها. الفلان دائما معروف ملي كيكون كيغلى في قبوطه حنا كنحركوه، ما كنزولوش يدانا منه نهائيا حتى كيطلع الفيطه ديالو. وهنا في الهاشوار غنطحن كيكس ماريا ديالي في الوقت اللي كيكون الفلون ديالي كيوجد. الا كانت مساعده، انا ما كتشي مساعده يعني كتعمل مراحل، مرحله مرحله. من الافضل تسبق كيكس الطحن هو الاولاني وتعملوه في الكيسان اولا في الزليفات. انا استعملت باكيه كامله وطحنتها في الهشوار. بعد ما طحنتها غنزيد عليها الزبده مذوبه، تقريبا 2 مغارف الزبده مذوبين، وكنكملوا الطحين ديالهم في الهشوار. وهنايا من بعد ما خلطنا الزبده معاهم، انا جبت هاد الزليفات. تينا يمكن لك تعملوهم في اي مول عندك بغيتي، حيت بما انني عملت غير نص يترو، عملت غير هاد الزليفات هادو. صراحه كيجيو مزيونين، كيجيو فرديين، كيو عليهم مزيان بمغروفه، كيو عليهم مزيان بمغروفه. ولا كتستعمل، انا نوريك واحد الطريقه سهله. كنشبر زلافه بوقتها، شوف كيبقى بالنسبه ديال الكيكس اولا البسكويت، كيبقى على حسب الكميه اللي بغيتي نتينا. انا النص غنعملها في الزليفات، النص غنخليها نحتاج. كنتكاليها انا بنفس الزلافه ديال اختها كما كتشوفوا دغيا، كيتكاليها مزيان. كنزول داك اللي زائد في الحاشيه اللي طلعت الفوق ما تتكاش عليها، كنقاد الحواشي مزيان، كنستمر بالطريقه. هنايا من بعد ما فاض ليا الحليب بالفلان كنكبو في الهشوار على ديك كيكس اللي بقى لي، وكنعاود نطحنو، حيت ضروري خصو يتخلط الحليب مع الفلون، عفوا الفلون مع ديك كيكس. شوفوا ملي كيتطحن كيفاش كيجي خاتر. وخصك دائما هاد العمليه تعملها بالزربه، حيت ملي كيتخلط الفلون مع كيكس كيبقى يختار دغيا. شوفوا الختوريه ديالو، القوام ديالو كيفاش عامل. انا هاد الكميه هادي عملت لي 6 زليفات هادو بالعبار، بما ان غير نص يترو كما قلت لكم ديال الحليب. بالنسبه لهاد الفلون بغيتي تزيد معاه يوغور مسوس طبيعي او لا بالسكر او كيما عجبك نتينا كتزيدوا معاها. يعني كل ما زدتي فيه مكونات كل ما كيجي احسن، ولكن هذا كيبقى بسيط وسهل وكيطيح رخيص، كتقام عليك رخيص، ماشي شي حاجه كبيره. هنا بعد ما عملنا الطبقه ديال الفلون مع كيكس
فوق الطبقه ديال الكيكس. دابا هادو هما جوج طبقات عندي. انا طبعا كننظفو البلاصه ديال فين كنخدمو. من احسن الحاجه تمسح هي باقا طريه. ودابا من بعد ما كبيت، قبل ما يدمج لي الفلون ديالي، حيت هو كيبقى يدمج دغيا بما ان الجو بارد، دغيا كيدمج. وخا في الصيفيه كيدمج دغيا، ماشي ضروري تعملو في النيبيره وكتبقى تستنى واحد المده. هنا هاد الكيكس طاكوس عملته باش يشبر في الفلون قبل ما يجمد. هادي كندخلو النيبيره، اولا كتخلي حتى كتخدم الطبقات كاملين. الا كنتي مزروبه عادي، ماشي كتستنى حتى كدمج الطبقه اخرى. شفتوها كيما بقات كتحرك يعني بشويه، شفتوها كيما تماسك مع بعضيتو. دابا غنخليهم على جنب، ما ندخلهمش النيبيره حيت باقيين سخونين بزاف، ما يمكنش ندخلوهم. وهنايا عندي كاس ديال العصير ديال الليتشين وفلون. هنايا انايا العصير ديال الليتشين وفلون ما نعملش معاهم السكر، بالحكم المذاق ديال الليتشين خصو يبقى طبيعي. والا كان حلو، الا كان حامض كتعمل فيه السكر. الا كان المذاق ديال الليتشين عادي حلو تا هو، ما كتعملش، كتنقص الحلاوه. الا بغيتي الحاجه تكون حلوه كتعمل لها مغروفه ونص حتى هي ديال السكر. انا ما عملتش فيها السكر، عملت غير الليتشين مع الفلون وعنديهم يغلاو فوق بوطه حتى يطلعوا الفايطه. كنشوف العصير ديالنا عمل فحال اللي فيض، وكنجيبوه باقي سخون، ما كنستناوهش يبرد سخون، وكنكبو مباشره فوق الكيكس. حيت الا كبيتيه فوق طبقه اخرى يقدر يعمل لك فيها، يقدر يذوبها ولا. المهم انا كنخوي هذاك فوق كيكيسه. هذه هي الطبقه الثالثه ديال الفلون. هو كيجي المنظر ديالو فحال التشيز كيك، ولكن هو غير فلون عادي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفلون ديالنا. مكونات جد بسيطه وسهله، ومذاق خرافي كيحمق البنات. جربوه على ضمانتي ما تندموش. بالنسبه للكيكس يمكن لك تعمل اي نوع ديال البسكوي بغيتي نتينا اللي عندك موجود في الدار. وهنايا لحظه تذوق من بعد ما خلينا في النبيره طبعا حتى برد. شوفوا البنات كيفاش كيجي متماسك. ديك 3 ديال الطبقات من تحت الكيكس والفلون ديال الليتشين. وبالصحه والراحه. وكنتمنى من البنات اللي وصلت لهاد اللقطه هادي ديال الفيديو يدعي معايا بالشفاء. الله يشافينا ويشافيكم جميعا. الى